ومين فينا بس ما بيحبش ريحة المعجنات في البيت، خاصة بقى لما نعمل الوصفة القمر دي. اللحم بالعجين أو صفيحة اللحم وصفة اختراع، وطريقة إعدادها بقى في منتهى السهولة. هنعملها بتتبيلة لحم خطيرة وبعجينة في ربع ساعة بتكون جاهزة. بس كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه مشتركتوش في قناة اليوتيوب أتمنى دلوقتي تروحوا تشتركوا وتعملوا لي لايك وشير للفيديو ده. وفي البداية كده أول حاجة بنحضرها أو بنجهزها هي الخضار اللي هنستخدمه في تتبيلة اللحمة. عندي بصل وطماطم وتوم، يعني حوالي 7 فصوص توم كده، وبقدونس وفلفل حامي وفلفل أحمر اللي هو رومي أو الفلفل العادي. المقادير وكل حاجة هسيبها لكم برضو تحت الفيديو في صندوق الوصف. على طول بقى باخد الخضار ده واحطه في الكبة. البقدونس بناخد منه الورق بس ما بناخدش العيدان. بناخد بقى الخضار نضربه في الكبة كده ضربتين 3 4 لحد ما يبقى ناعم عندي بالشكل ده. لو تلاحظوا كمان ان الخضار منزل المية بتاعته وده المطلوب. تمام قوي كده. عندي بقى في الطبق هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، بفضي عليها الخضار اللي ضربناه في الكبة، وبحط عليهم معلقتين كبار من الصلصة ومعلقة كبيرة مليانة من هريسة الفلفل الأحمر. الهريسة دي مش حامية، حلوة. كمان بحط عليهم ربع كوباية من الزيت ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، وما تستغنوش عنه أبدا، خلوه عندكم على طول في التلاجة، بيبقى حلو قوي في المشويات، في الحاجات اللي زي كده. توابل بسيطة قوي، بحط ملح وسكر وبابريكا وفلفل اسود ورشة كده صغيرة من القرفة، وبإيدينا بقى الحلوة نبتدي نقلبهم كويس قوي قوي. تمام قوي كده. تتبيلة اللحمة واللحمة بقت جاهزة. هنبتدي بقى نغطي عليها بسترتش ونحطها في التلاجة لحد بس ما نحضر العجينة. وللعجينة الخطيرة بتاعتنا هنحتاج 4 كوبايات من الدقيق، بحط عليهم معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، معلقتين كبار من الحليب البودرة، وتقدروا تستغنوا عنهم مفيش مشكلة، بس هنستبدلهم بإننا نعجن العجينة دي بحليب. وآخر حاجة بحطها نص معلقة صغيرة من الخميرة. والعجينة بتاعتنا النهاردة ما بتخمرش ولا حاجة، يدوب بس هي بتتساب 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، علشان بس ما تغلبناش وقت الفرد. وعندي بقى مية دافية للعجن، أنا جبت كده بالويم بصراحة ما عيرتهاش، المهم تكون دافية. هنفضل بقى نضيف فيها كده تدريجي على الدقيق لحد ما الدقيق ياخد كفايته من السوائل. بنفضل نلم بإيدينا كده في الدقيق بالمية لحد ما العجينة تبتدي تلم عندي شوية، وبعد كده بنضيف ربع كوباية من الزيت. وأول ما العجينة بتلم معايا وبتبقى قطعة واحدة بالشكل ده، بناخدها بقى على السطح اللي احنا شغالين عليه، وبنبتدي نعجن فيها أو نخدمها كده لحد ما تنعم معايا ويبقى سطحها كده أو ملمسها ناعم من بره. العجينة دي بتبقى طرية كده ولينة وملمسها طري قوي. تمام قوي كده. قد ايه بقى ملمس العجينة ده كان طري وناعم كده وجميلة قوي. في نفس الطبق اللي احنا كنا شغالين فيه هندهنه بس بدهنة زيت بسيطة، وهنغطي عليها بستريتش ونسيبها بس يدوب ربع ساعة أو 10 دقايق بالكتير ترتاح، بس مش أكتر. أنا سبتها ربع ساعة. شايفين بقى ما شاء الله ملمس العجينة وشكلها اتغير ازاي؟ بناخدها كده ونحطها على نفس السطح اللي كنا شغالين عليه، ونبتدي ناخد كورة كورة أو قطعة قطعة من العجين ونكورها بالشكل ده كده. ادهنوا كمان بالزيت على السطح اللي شغالين عليه علشان العجينة ما تلزقش. يا تدهنوا السطح ده بالزيت أو ترشوا كده رشة بسيطة من الدقيق. بدل ما تقطعوا واحدة بواحدة كده وتكوروهم، ممكن تقطعوهم كلهم بنفس الحجم كده، تكوروهم بقى براحتكم على طول. وأي عجينة لازم نغطيها بستريتش أو بفوطة علشان وشها ما ينشفش معانا. بنرش شوية دقيق وبناخد أول قطعة من العجين اللي كورناها وبنبتدي بقى نفردها كويس قوي بالنشابة. العجينة طالما مرتاحة كويس هتتفرد معانا بكل سهولة.
وكل ما بنحس ان العجينة اتشربت الدقيق اللي احنا حاطينه بنرش تاني رش الدقيق علشان ما تغلبناش وكل شوية تلزق في النشاء. بنفرد العجينة بسمك رقيق وبنجيب غطا حلة مثلا او اي حاجة حادة زي كده، بنبتدي نقطع بيها مقاس الفطيرة المناسب لينا، وبنشيل الزيادات دي وبنجمعها على بعض وبنعملها كورة تانية من العجين أو فطيرة تانية. بنرش على العجينة دقيق وبنجيب طبق أو خشبة زي كده ونحط عليها كمان دقيق، وبناخد بقى العجينة بالراحة كده وبنحطها على الطبق أو اللوح الخشبي ده. أهم حاجة نتأكد إن تحتها دقيق كويس علشان ما تلزقش في الطبق وما نعرفش نحطها في الطاسة بعد كده. وعلى طول بقى بنجيب اللحمة وناخد منها كده قطعة ونبتدي نفردها على العجينة بالشكل ده كده. عندي طاسة تكون ما بتلزقش على نار هادية، بحط فيها معلقة كبيرة كده من الزيت وبنبتدي ننزل في الطاسة دي بالعجينة، بنظبطها بس كويس من الجناب ونبتدي نغطي عليها. شايفاكي يلي قاعدة بتقولي اللحمة هتستوي ولا لأ؟ اللحمة بتستوي والعجينة بتستوي وكل حاجة بتطلع تمام. أهم حاجة النار تحت تكون هادية، وبمساعدة كمان الغطا فالبخار اللي بيطلع من اللحمة والعجينة بتسوي اللحمة والخضار وبتبقى كل حاجة زي الفل. أول ما العجينة تاخد لون من تحت كده واللحمة خلاص بنتأكد إن هي استوت وتمام، بنخرجها بقى في طبق ونغطي عليها بورق زبدة وعليه فوطة علشان تطرى وما تبقاش ناشفة معايا. ما بتاخدش وقت كبير في السوا ولا حاجة، الأفضل ليكوا علشان تنجزوا تستخدموا طاستين في نفس الوقت وبس كده، وبتكون جاهزة نخرجها من الطاسة، واللي بنخرجها بنحطها على اللي قبلها وهكذا لحد ما نخلص الكمية. تقدروا كمان ترصوهم في صينية وتحطوهم تحت الشواية كده يدوب ياخدوا لون خفيف والعيش كمان يتحرمش ويقرمش كده من الجناب ويبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا بقى القمر، ما شاء الله وصفة في منتهى الجمال. مش قادرة اوصف لكم بقى قد ايه ريحة العيش دي كانت خطيرة وهي بتستوي مع تتبيلة اللحمة الجميلة، يعني وصفة بجد اختراع وهتعجبكم قوي قوي. تقدروا تلفوهم رول بالشكل ده وتغمسوهم في طحينة هتاخدوا منها احلى طعم، شبيهة شوية للحواوشي ولكن أطعم وأحلى بكتير منه. أتمنى بقى لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب لو مش مشتركين، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.